السلام عليكم. بخصوص قناة الحقيقة التي ظهرت اليوم، هي قناة قديمة عادت بتردد جديد. ملكها من سلطنة عمان محمد الهاشمي الذي يقوم بالتداوي بالأعشاب. فتحها أظن للترويج بعرض المباريات والملخصات لكرة القدم ليزداد الترويج للقناة. هذه القناة لحد الآن هذه هي المحتوى الخاص حاليا. الحقيقة تيفي تداوي بالأعشاب وشهادة الزبائن الذين شفيوا من الأمراض، وأيضا تعرض بعض المسلسلات المصرية والأفلام القديمة وبعض المباريات كالكلاسيكو وملخصات دوري الأبطال، هذا لجذب الانتباه وجذب كثير من المشتركين بترددها الجديد. هذه هي القناة التي ظهرت اليوم، الحقيقة تظهر بهذا الاسم عند البحث. هذا ما توصلت إليه لحد الآن، لأن محتواها مختلط بين قراءة القرآن، التداوي بالأعشاب، وبعض ملخصات المباريات كما قلت لجذب بعض المشاهدين والترويج للقناة لا غير. والسلام عليكم.